قصة بنت ابتدت في السودان وانتهت بجريمة كبيرة جدا بيحكوا عليها لحد دلوقتي الجيران في 6 أكتوبر في الحي السادس. وكان سببها الرئيسي زيادة مفرطة في العلاقة. صلوا على النبي وحطوا لايك ويلا نبتدي. سعيد من السودان قضى حياته وهو بيشتغل وبيصرف على أهله وبيصرف على اخواته وبيجوز اخواته البنات لحد ما العمر عدى وبقى عنده 45 سنة من غير ما يتجوز. وبعد فترة قرر ان هو هيروح مصر وهيشتغل في مصر وأجر شقة في مدينة 6 أكتوبر. سعيد كان ما بيتكلمش ولا بيسمع، ولكن بيتقن جدا لغة الإشارة وبيقدر يعرف اللي قدامه يقصد ايه من الشفايف. كان شخصية محبوبة جدا مع الناس اللي ساكنين في العمارة بتاعته، خصوصا الراجل جاره اللي في الشقة اللي قدامه اللي اتصاحب عليه ويعرفه على الناس اللي بيقعد معاهم على القهوة وبقى يقعد معاهم ويقضي معاه. وبعد كده الراجل ده بدأ ان هو يعرف يفهمه كويس ويفهم لغة الإشارة اللي قال له ان هو بيفكر ان يروح السودان علشان يتجوز وهيجيب عروسته وهو جاي، وان هو عاوز يدفع ايجار الشقة لانه حابب الجيرة وحابب المكان ومش عايز الشقة دي تتأجر لحد تاني اثناء ما هو موجود في السودان. وساب مع صاحبه مبلغ وقال له ان كل الراجل لما يجي كل شهر يديله الفلوس بتاعة الإيجار لحد ما ارجع. ونيجي للوجه الآخر، البنت اللي هو قرر في السودان إن هو يتجوزها، اللي ظروفها صعبة يمكن من ساعة ما اتخلقت على وش الأرض، لأن أمها وأبوها وهي عندها 6 شهور حصلت خلافات بينهم وكل واحد منهم راح من طريق، وأمها اتجوزت وأبوها اتجوز، فكانت بتقعد عند أمها شوية وبتقعد عند أبوها شوية، ولا جوز أمها كان طايقها ولا مرات أبوها كانت طايقاها، وقعدت تروح من هنا لهنا من هنا لهنا لحد بقى ما عندها 12 سنة. وبعد ما بقى عندها 12 سنة ما كانش حد فعلا طايقها، والبيت الوحيد اللي المفروض كانت تروحه هو بيت جدها، وبيت جدها خالها هو اللي بيعول الناس اللي موجودين في البيت اللي هم أمه وأخته وأبوه. فطبعا الحمل زاد عليه بوجود تهاني، علشان كده خال تهاني كان مصدق ان تهاني توصل لسن ال 18 سنة عشان اي حد يجي علشان يطلبها للجواز يجوزها على طول. ولقى ان سعيد باعت مع ناس ان هو يتجوزها، ولكن تهاني ما كانتش قابلة سعيد خالص، غير الإعاقة اللي موجودة عند سعيد اللي هي ما كانتش قابلاها، وهي طبعا عندها الحق ان هي تقبل او ما تقبلش. الحاجة التانية كمان ان هو اكبر منها بكتير، سنه 45 سنة وهي عندها 18 سنة، ولكن المكان اللي كانت منه تهاني كان مكان البنات مالهمش رأي، يعني لو الاهل موافقين البنت بتتجوز حتى لو ما كانتش موافقة. وخال تهاني كان عايز يخلص منها بفارغ الصبر لاني عليه حمل كبير في البيت، فعايز يخلص من اي حد موجود في البيت بيتقل عليه الاكل والشرب. ده غير ان الوضع هناك ان هم بيدفعوا مهر وسعيد كان هيدفع مهر. وتهاني لما جت قالت ولقت نفسها ان هي قدام الامر الواقع وخلاص هتتجوز سعيد، وكانت بتكلم خالها على المهر، لقت خالها بيقول لها ان هي مش هتاخد منه جنيه، وان ده تمن ان السنين اللي قعدت طويلة من ساعة ما كان عندها 12 سنة وهو بيصرف عليها أكل وشرب ولبس، يعني حتى المهر ما ادالهاش منه أي حاجة. ولكن تهاني المشكلة في سعيد ما كانتش في الإعاقة اللي عنده خالص ولا كمان في السن، المشكلة كانت أكبر بكتير، إن هي لقت إن سعيد ولا متجوز واحدة علشان ترتب له البيت ولا تآنس وحدته ولا تعاشره، لا، متجوز واحدة علشان العلاقة الجسدية فقط لا غير، وما عندوش تفاهم في الوضع ده، وحتى لو هي مش عايزة الوضع ده كان بيضربها وبيعمل الأمر ده. طبعا لما راحت اشتكت لأهلها واشتكت للناس اللي موجودين عندهم، ما عندهمش الكلام ده، وعندهم ان الست تسمع كلام جوزها وان اللي هي بتقوله ده كلام فارغ وملوش لازمة. علشان كده تهاني لقت ان مفيش استجابة للموضوع وان محدش هيسأل عنها
ولا حد هيقول لها انتي صح. سعيد قعد معاها 6 شهور، كانت اكتر 6 شهور بتكرههم في حياتها، لان حتى لما كانت بتسأل ناس متجوزين تانيين كانوا بيقولوا لها ان الجواز مش بالطريقة دي ولا بالطريقة الكتير قوي اللي عايزها سعيد. واول ما سعيد قرر ان هو يقول لها انه هيسافر على مصر، هي كانت فرحانة جدا، والورق بتاعها ما كانش خلصان علشان تجيله مصر، فقالت ان هي تاخد استراحة منه. وفعلا سعيد رجع وقعد في شقته، ولما جاره سأله على العروسة رد عليه وقال له ان بتخلص الاوراق وهتيجي. وطول الفترة اللي هي كانت بتخلص الاوراق دي كانت بتقنع خالها وبتقنع ابوها ان هي مش عايزة سعيد، وانها عندها استعداد انها تشتغل وتصرف على نفسها ومش هتحمل اي حد مصاريفها، لدرجة ان ابوها قال لها خلاص روحي مصر وهاتي منه ورقة الطلاق وتعالي، لان احنا ما نقدرش ان احنا نتدخل في حاجة زي كده، ولو قلنا الاسباب الناس هتاكل وشنا في المكان. فتهاني بتلم هدومها وبتظبط امورها وبتروح لحد مصر، وسعيد هو وجاره بيروحوا علشان ياخدوها من السفارة، وبتيجي وبتخش الشقة اللي ما بتلاقيش فيها غير سجادة صغيرة ومرتبة وكم طبق وكم حلة، مفيش أكتر من كده. وبلغة المشاورة سعيد بيقول لها إن مع الوقت هيجيب لها عفش في البيت وهيجيب لها حاجات كتير، إنما هو يعني كان عايش العيشة دي علشان كان عازب. وبرضه حصل اللي كان بيحصل هناك، إني برضه كان عايز العلاقة منها بطريقة مفرطة جدا، ولما كانت ما بترضاش كانت بتتضرب، والجيران كانوا بيخبطوا على الباب وسعيد ما كانش بيفتح الباب، وجاره زعل منه لانه صاحبه جدا انه خبط على الباب علشان يحوشه عن تهاني، ولكن ما فتحش الباب وقال له بلغة الإشارة ان دي امور شخصية. ولما الصاحب التهاني على مرات صاحبه اللي في الشقة اللي قدامه وقالت لها هو ايه السبب ان هو بيضربك، قالت لها على الوضع. الجارة ما كانتش مصدقة ان الموضوع بالطريقة المفرطة دي وبالطريقة اللي سعيد بيتبعها، لحد ما شافت بعينيها ان مرة كان في تجمع ستات وكان في ناس من العمارة، وكانت تهاني قاعدة وعمال يتصل بيها في التليفون عشان تخش له البيت، ولكن هي مش راضية تخش عشان عارفة هو عاوز ايه بالظبط. راح دخل وفي وسط كل الستات اللي قاعدين جرها من شعرها واخدها على جوه. ساعتها الجارة صدقت كلامها. طبعا تهاني من كتر ما هي كانت متضايقه لما كانت بتقعد في التجمعات بتاعت الستات كانت بتحكي اللي بيحصل، وبتحكي ان هي مش قادره تعمل حاجه معاه، وان هو كل دماغه ولا في دماغه في الاكل ولا في الشرب ولا في كل الكلام ده، كل دماغه في الحاجه دي بس مش اكتر، وان هي بتكرهه وعاوزه تتطلق منه. فطبعا الستات بتوع العماره اخدوا الكلمتين وراحوا قالوا لجوازهم الكلام ده، جوازهم اللي بيقعدوا مع سعيد وصاحبه على القهوة، فقعدوا يتريقوا على سعيد ويقولوا له ان هو يهدى شوية وان هو عنده القدرات عالية. طبعا سعيد عارف هما بيقولوا ايه وبيقدر يقرا الشفايف هما بيتكلموا بيقولوا ايه، فاتغاظ جدا من تهاني، خصوصا لما طلع وواجه تهاني وقال لها هي قالت للستات ايه، وقالت له انا قلت للستات ان انت بتعمل كده، وواجهته ان هي جايه مصر بناء على اتفاق من ابوها علشان يتطلقوا، وانها مش قادره انها تكمل معاه، وان مفيش اي ست على وجه الارض هتقدر ان هي تكمل معاه. وفي اليوم ده برضو سعيد ضربها ضرب جامد جدا وعمل معاها العلاقه من غير ما هي تكون عاوزه. والناس اللي في العماره اخدوا على كده، اخدوا على كل يوم تهاني بتتضرب وبتستغيث بالناس، بس محدش قادر ان هو يعمل لها حاجه. وفي يوم سعيد كان راجع من الشغل، وكانت تهاني قاعدة مع الجارة اللي ما كانتش عايزة مشاكل، فقالت لتهاني انها تروح وتشوف جوزها وتحاول ان هي تسحب معاه ناعم، وبلاش طريقة الكلام الجامدة وموضوع الطلاق ده يمكن يهدى عليها. فتهاني اخدت بعضها ودخلت على جوه، لقت ان جوزها على غير العادة هادي جدا وما بيطلبش منها اي حاجة غير انه طلب منها ان هم ياكلوا، فحطت الاكل اللي هي طبخاه وقعدوا ياكلوا هما الاتنين من غير ولا صوت ولا كلام. وفي نص ما هم قاعدين علشان ياكلوا لقت ان سعيد امن على الاكل، وكانت حاطه ايدها على قلبها ومش عارفه ايه اللي هيحصل. فسعيد دخل جوه
وجاب آلة حادة وجه من ورا تهاني وهي اصلا مش شايفة ولا واخدة بالها، وفصل دماغها عن راسها وسابها في مكانها، وفتح باب الشقة وقفل باب الشقة عليها وخبط على الجيران. فتحت له مرات صاحبه، سأل على صاحبه وقالت له اتفضل. وأول ما دخل ولع سيجارة وقعد يشربها. وبعد كده سأل على الجار، وأول ما جه مراته كانت واقفة معاه وكانت خايفة على تهاني، وقالت له معلش اسأله كده مراته ما جاتش معاه ليه. فقال لهم بلغة الإشارة إن هو موت تهاني. ما كانوش مصدقينه وفاكرين ان هو بيقول كده وخلاص، لحد ما صاحبه مد ايديه في جيبه واخد المفاتيح بتاعت الشقة ودخل هو ومراته. واول ما فتح باب الشقة لقوا منظر بشع في الصالة، لدرجة ان الراجل بقى يستغيث ويصوت بطريقة هستيرية قبل مراته. الناس كلها اتلمت وكلهم كانوا مش عايزين سعيد يتنقل من مكانه، بس سعيد اصلا ما كانش مقرر يتنقل من مكانه، ده كان قاعد وهادي وراسي، واي حد يتكلم اي كلام يبصله بصه مستفزه ويسكت، لحد ما اتصلوا بالشرطه. والشرطه اول ما جت طبعا اخدت الجثه للطب الشرعي وقبضوا على سعيد، وجابوا واحد بيعرف يتكلم بالاشارات عشان يقول لهم سعيد عمل كده ليه. وهو رد عليه وقال له انه عمل كده لان مراته قالت لكل الناس اللي موجودين في العمارة عن علاقته الشخصية بيها، والناس ابتدت انها تتريق عليه في القهوة، وكمان ان مراته كانت جاية وناوية ان هي تتطلق. الحاجة اللي كانوا مستغربين لها جدا ان سعيد كان هادي جدا وكان بيتكلم وثابت في مكانه، لدرجة ان القاضي حس ان في عقله حاجة وحوله المستشفى الامراض النفسية، اللي اثبتت ان هو سليم ومفهوش اي مشاكل، وان عمل كده وان بقاله 3 ايام كان بيخطط للجريمة دي، وراح السوق واشترى الآلة الحادة وظبط المواعيد وكان عارف كويس قوي هو هيعمل ايه. عايز اسمع ارائكم في التعليقات، وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم لما استرنا تكون فوق الارض مدرسة وتحت الارض ويضيق ويوم عليها العرض كل علينا. الدنيا ان هي تعمل علاقة جوه المدرسة بعد ما كل الناس تمشي وكل الطلاب تمشي. بس المشكلة ما كانتش في دي، المشكلة كانت ألعن بكتير، لأن المشكلة كانت في 25 يوم عملت حاجة. الحاجة دي قعدت 25 يوم، هي دي اللي كشفت كل حاجة عملتها من أول الموضوع. حمدي متجوز من ريهام. حمدي عنده 35 سنة وريهام عندها 30 سنة. طبعا زي اي اتنين بيفكروا ان هم يخلفوا. عدى على الموضوع سنة، فابتدوا ان هم يقلقوا وابتدوا ان هم يروحوا للدكتور عشان يعملوا بعض الفحوصات. وبعد ما عملوا الفحوصات عرف ان ريهام ما بتخلفش. طبعا هي ما كانش عندها اي شك ان جوزها ممكن يروح يتجوز ولا يخلف، لانها عارفة كويس قوي تخليه ان هو يحبها جدا. جوزها كان مجتهد جدا في شغله وكان بيشتغل وظروفه كانت حلوة والدنيا كانت ماشية معاه. ما حطش في دماغه موضوع الخلفة، حط في دماغه ازاي ان هو يشتغل ويقدر ان هو يخلي ريهام تعزل من المنطقة الشعبية اللي هي فيها ويروحوا ان هم ياخدوا شقة في برج. وفعلا هو نجح ان هو يحط القرش على القرش ويحط مقدم في شقة في منطقة راقية في برج زي ما هي بتتمناها، ووضبتها واحدة واحدة. كل الجزء فيها كان متوضب زي ما هي عايزة بالظبط. وكل الفترة دي هي كانت مدرسة، ولكن كانت اخدة اجازة بدون مرتب. بعد كده لما ابتدت تروح الشقة اللي في برج وابتدت ان هي تحس انها بتقعد وقت كبير جدا لوحدها، فبدأت ان هي تقول لجوزها ايه رأيك ان انا اكسر الاجازة وابتدي ان انا ارجع تاني علشان اروح الشغل. يمكن ان انا مثلا مع الاولاد ومع المدرسين ومع الدنيا دي ابتدي ان انا اتلهي عن موضوع الخلفة وموضوع ان انا عايزة ابقى حامل. فرد عليها جوزها وقال لها مفيش مشكلة، اكسري الاجازة وانزلي علشان تشتغلي حاجة برضو ان انت تسلكي. فعلا راحت وكسرت الاجازة اللي هي كانت فيها وابتدت ان هي ترجع المدرسة تاني. طبعا ابتدت ان هي تتعامل مع الاولاد ومع الطلاب والدنيا كانت ماشية معاها كويس جدا، وبدأت ان هي تكسر الحاجز بتاع الملل اللي موجود عندها. ولكن في يوم من الايام بيجي مدرس جديد علشان يشتغل في المكان،
فالمدير بيبتدي ان هو يطلبها، ويبتدي ان هو بما ان هما الاتنين مادة واحدة، فبيبتدي ان هو يقول لها ان هي تعرفوا على المكان اللي بيقعدوا فيه المدرسين، وتبتدي ان هي يحطوا الجدول، ويبتدي انه يظبطوا الامور مع بعض. طبعا هي كانت نازلة من باب التسلية، لان جوزها كان مخليها مرتاحة ماديا جدا ومش محتاجة للمرتب. وفي يوم من الايام لما المدير ابتدى انه يعرض عليها اللي هي فصول التقوية اللي بتبقى بعد اليوم الدراسي، طبعا رفضت، لانها مش محتاجة الفلوس دي، مش محتاجة ان هي تعمل مجهود زيادة. وبرضه لما عرض الموضوع ده على المدرس الجديد اللي هو خالد، رفض برضه وقال ان هو مستكفي بموضوع المدرسة ومش عاوز فصول التقوية دي. خالد طبعا بحكم ان هم اصحاب بدأوا ان هم يتكلموا مع بعض واحدة واحدة، بدأ ان هو يعني يعاكس فيها من تحت لتحت كده. فهي فهمت الوضع اللي هو فيه. هي كانت معجبة بيه لانه كان وسيم مش شبه جوزها. جوزها كان بيحبها جدا، وكان راجل جدا بمعنى الكلمة، وكان راجل محترم وكل حاجة، ولكن مش وسيم زي خالد. خالد بقى عنده ميزتين: وسيم وفي نفس الوقت لبق في لسانه، وبيعرف كويس قوي يظبط اموره مع الستات، وعلشان كده هي حبته جدا. ولكن الظروف بتاعته كانت ظروف على قدها. يعني هو كان اخد شقة ايجار، هو من منطقة ارياف واخد شقة ايجار في القاهرة، وقاعد في الشقة دي وظروفه على قدها، ولكن كل الفلوس بتاعته بيصرفها على مظهره، فباين ان هو الراجل الشيك الوسيم. طبعا بدأوا ان هم يدوا لبعض ارقام تليفون، وبدأوا ان هم عن طريق الواتس صباح الخير مساء الخير عاملة ايه. طبعا اي راجل في الوضع ده بيبتدي ان هو يخش للست يعرف العيوب اللي عند جوزها، ويبتدي ان هو يعوض العيوب دي. وفعلا خالد ده اللي عمله لما عرف ان هي في يعني فتور في العلاقة ما بينها وما بين جوزها. ولكن هي جوزها بيحبها جدا لدرجة ان هو ما فكرش وهو ما فيهوش العيوب على موضوع الخلفة انه يروح يتجوز، ولكن هي اللي حاسة نفسها ان هي في فتور في العلاقة. فالموضوع ده خلى ان بعد كده الكلام يتطور بينهم، لدرجة ان هم بقى عايزين ان يعني يحصل بينهم تجاوزات. فطبعا مش عارفين المكان اللي ممكن يحصل فيه التجاوزات دي، فبدأوا هم الاتنين يقبلوا فصول التقوية اللي بتبقى بعد المدرسة، بحيث ان فصول التقوية دي بتبقى بعد المدرسة، وبعد كده الاولاد بيمشوا، وبعد كده المدرسة بتبقى فاضية خالص. وبدأوا ان هم يعملوا التجاوزات دي بعد ما يبتدوا يدوا الاولاد الدرس، والاولاد كلها تمشي من المدرسة، ويبتدوا ان هم يعملوا التجاوزات دي والمدرسة فاضية ما فيهاش حاجة. بس واحدة واحدة ابتدوا ان هم العلاقة بدأت ان هي تخش شوية. فعلشان كده بدأوا ان هم يحسوا ان الموضوع ده هيخلي ان ممكن واحد عامل نظافة يشوفهم، بتاع امن يشوفهم، فالموضوع هيبقى خطر. علشان كده هي من كتر ما كانت بتشرح له شقتها وجمال شقتها وحلاوة شقتها والمصروف العالي جدا اللي صرفته على شقتها، هو كان عنده فضول عايز يشوفها. فعلشان كده اقترح عليها انه عاوز يجي علشان يشوف شقتها. فطبعا قالت له استحالة، جوزي عينه عليا وبيجي البيت على طول، واوقاته مش معروفة، وما ينفعش ان انا اجيبك البيت. طبعا هم فكروا في حيلة شيطانية يخلون يجي ويتفرج على الشقة دي. فالحيلة دي بدأوا هما الاتنين يفتعلوا خناقة كبيرة جدا مع بعض في المدرسة، لدرجة ان اصحابهم بدأوا ان هما يحجزوا بينهم، والمدير بدأ انه يجيبهم عنده، وبدأ انه يصالح بينهم هما الاتنين. فالناس كلها بقى عرفت ان الاتنين مش طايقين بعض وما بيحبوش بعض. بدأت انها تروح البيت وتقول لجوزها ان في مدرس اسمه خالد في المدرسة، والمدرس ده حاططني في دماغه، وبتحصل خناقات جامدة بينا، وكان الامور هتوصل للجزا. فبدأ ان هو يقول لها طب بقولك ايه رأيك ان انا اتكلم معاه؟ ردت عليه وقالت له تمام اتكلم معاه. طب بقولك خليه يجي عندنا هنا البيت وشوف هتتكلم معاه تقول له وكل ده هي عايزة تجيبه البيت عشان توريه التوضيب والفرش اللي هي عاملاه الفاخر. وفعلا جوزها بيتصل بخالد اللي بيخليه ان هو يجي عندهم البيت. طبعا هو في الاول اظهر ان الخناقه كبيره بينهم وانه مش عايز ان هو يتصالح، بس بعد كده لما ابتدى جوزها يتكلم شويه معاه، ابتدى ان هو يقول له انه خلاص إنه مش هيعمل اي مشكله ولا هيعمل اي حاجه علشان خاطره. اللي اكتر من كده كمان انه بدأ ياخد رقم تليفون جوزها، وبدأوا ان هما يتقابلوا مع بعض بره. وفي يوم الناس بتسمع زعيق جامد جدا
منها وهي عماله بتزعق وبتقول له انا مش داخله لك بيت تاني، العيشه معاك لا تطاق. وبيشوفوا انها بترزع باب الشقه، وبيكونوا هم ملمومين من كتر ما الصوت عالي قدام باب الشقه، ورزعت باب الشقه وقفلته وماسكه شنطه هدومها وماشيه. الناس بتبتدي انها تهديها وتقول لها ان يعني ما ينفعش الكلام ده، ولكن هي ما بتسمعش كلام اي حد، وبتقول لهم ان استحاله انها تعيش معاه، واستحاله انها تكمل معاه، وانها هتمشي وهتطلب الطلاق وتاخد شنطة هدومها وتمشي. والناس يبقوا مستغربين، جوزها ولا فتح الباب ولا ابتدى انه يجري وراها. فقالوا ان المشاكل اللي ما بينهم مشاكل جامدة وجوزها مش عاوزها. الموضوع ده بيعدي عليه 25 يوم. بعد ال25 يوم الجيران بتشم ريحة صعبة جدا. الريحة دي كانت لا تطاق. ابتدوا الجيران يحسوا ان الريحة دي جاية من بيت الاستاذ حمدي. علشان كده ابتدوا انه يكلموا مراته ويقولوا له ان في ريحة بشعة طالعة من البيت. ولكن مراته بدأت ان هي تقنعهم ان هو مهمل، وانه كذا مرة يفصل التلاجة ويسيبها، وكذا مرة يبوظ الاكل اللي في التلاجة وتلاقي الاكل هو اللي عامل الكلام ده. فلما ابتدوا يقنعوها ان هي تيجي علشان تشوف الريحة دي او تشوف الحاجة دي، بدأت انها تقول لهم لأ، وان هي يعني بتتكلم في طلاق، وان الموضوع منتهي بالنسبة لها. علشان كده الناس اللي في المكان ما كانوش طايقين ان هم يعيشوا مع الريحة دي. عشان كده بدأوا ان هم يتصلوا بالشرطة، هي بقى تيجي تتصرف. الشرطة اول ما جت طبعا ابتدت تخبط على الباب، ما فيش اي حد فتح. وبعد كده ابتدوا ان هم يسألوا هل حد يعرف يعني حد يجي من اهل الاستاذ حمدي. ولكن هم قالوا ان الاستاذ حمدي اصلا متخانق مع اخواته ومع اهله وملهمش علاقة بيه. عشان كده الشرطة بتضطر ان هي تفتح الباب. واول ما بيفتحوا الباب وبيخشوا بيلاقوا الكارثة. بيلاقوا ان حمدي في الصالة ومرمي، والجثة تكاد تكون متعفنة. وهقول لكم ايه اللي حصل خلى الجثه ما تكونش متعفنه بالشكل الكامل. لاني ابتدوا ان هم يحولوا الجثه للطب الشرعي ويسالوا الجيران، والجيران تقول ان احنا ما نعرفش عنهم حاجه. بس اخر مره من 25 يوم مراته اتخانقت معاه خناقه كبيره جدا، وبدات ان هي تلم هدومها وتمشي. وهم دول اللي عارفينه ان هي من ساعه ال25 يوم دول ما جاتش البيت خالص. طبعا بدأوا ان هم يبتدوا يستدعوا مراته اللي قالت انها ما تعرفش حاجة عن المواضيع دي وما تعرفش حاجة، وبدأت تعيط وتنهار، وقالت ان حصلت مشكلة وان هي من 25 يوم مشيت وسابت البيت. طبعا لما ابتدوا ان هم يراجعوا الكاميرات في نفس اليوم اللي الطب الشرعي قال ان تمت فيه الموضوع ده، رجعوا الكاميرات لقوا ان في واحد. لما ابتدوا ان هم يوروا الكاميرات للجيران، قال ان الراجل ده يبقى زميل الاستاذ حمدي وزميل مراته في المدرسة، وان هو من وقت للتاني بيتردد عليهم في وجود استاذ حمدي. طبعا الشرطة ابتدت ان هي تستدعيه وابتدوا ان هم يتكلموا معاه، ولكن هو قال انه ما يعرفش حاجة عن المواضيع دي، هو مجرد زميل مش اكتر. وان حصلت مشكلة ما بين مرات حمدي وحمدي، جابوا علشان يتصالحوا مع بعض وبعد كده بقوا اصحاب. ولكن الشرطة شكت في حاجة غريبة، ان هو كانت ايديه بتترعش جدا لما كان قاعد قدامهم، وكان في اضطراب غير عادي. يعني الشك يبقى فيه ده غير كمان. و25 يوم خلت البصمات تكاد تكون مستحيلة في البيت. ولكن هم ابتدوا ان هم يجيبوا مرات حمدي ويقولوا لها ان زميلها ده اعترف عليها ان هي اللي عملت الكلام ده، وان هي دلوقتي متهمة قدام القانون. اول ما سمعت حاجة زي كده، مع ان زميلها ما قالش اي حاجة، راحت قالت لا هو اللي عمل كده، وراحت معترفة وقايلة كل الموضوع من اوله. اول الموضوع ان هو لما جه بيتها ولقى بيتها مبهر جدا وجميل، ابتدى ان هو يتكلم معاها ان خلاص هو عاوزها ليه لوحده. فبدأت ان هي تقول له ان هي تتطلق من حمدي. ولكن هو قال لها انت لو اتطلقتي من حمدي مش هتاخدي الشقة لانك مش مخلفة، وانت محتاجة شقته وفلوسه. فقالت له طب ايه العمل ونعمل ايه؟ قال لها العمل ان احنا نتخلص منه. ويوم الجريمة هي عملت له الاكل وعملت له كوباية شاي، والشاي ده كان فيه منوم عشان ما يقومهمش خالص. وبعد كده فتحت لخالد، واول ما دخل خالد راح جايب حبل وراح خانق حمدي من غير اي مقاومة منه لانه كان نايم. وبعد كده راح نزل ولا اكنه عمل حاجة.
وهي سابته في مكانه وخدت الشنطة وقعدت تزعق قدام الناس، وراحت بيت أهلها وقعدت 25 يوم. متخيلين إنها قعدت 25 يوم وهي عارفة إن الجثة بتتعفن بتاعت زوجها في البيت، لحد ما الناس ابتدت إن هي تكتشف وابتدت إنها تتصل بالشرطة. فطبعا لما هي ابتدت إن هي تقول الأقوال دي، فابتدوا إن هم يجيبوا خالد. وأول ما جابوا خالد راح قالوا له إن هي، طبعا في الاول انكر، بس بعد كده لما ابتدوا ان هم يواجهوه بالكاميرات